السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لما مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي هقدر ارافقك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية وتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد واسمه سكند فون نمبر اب. التطبيق ده مساحته 2 ميجا و4 من 10، محمله اكتر من 10,000 شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بان انت تقدر تحصل على رقم موبايل تاني يكون خاص بيك، تقدر ان انت تخليه برايفت، تخليه محدش يكون عارف عنه حاجة. بالنسبة للناس اللي مثلا لو انت شغال وبتستخدم الموبايل كتير والناس كتير بيتصلوا بيك، فانت ممكن تكون بتحتاج ان انت لما ترجع البيت ان انت تفصل، ان انت محدش يتصل بيك، ان انت محدش يتصل بيك غير الناس اللي هم القريبين منك او الناس اللي هم يعرفوك او الناس اللي هم اهلك اخواتك اصحابك كده بس. فانت ممكن تعمل رقم زي ده تخليه يكون هو ده رقم البرايفت، او ممكن تجيب وتخلي الرقم ده يكون هو الرقم الخاص بالشغل، والشريحة بتاعتك هي اللي بتكون اللي يكون البرايفت. ده عبارة عن تطبيق بتقدر ان انت تحمله، بتقدر تحصل على رقم موبايل تاني بدون شريحة. ده ينفع برضو للموبايلات اللي هي بتكون ليها خط واحد بيكون عليها كويس، يعني بدون عشان ما تبقاش ماسك 2 موبايل. بتقدر تحصل على رقم موبايل، بتقدر ان انت تعمل منه مكالمات، تبعت منه رسائل. يقدر ينفعك في التجوال جدا، تقدر تعمل من عليه باقات. سواء انت مثلا مسافر برا البلد اللي انت فيها ومش عايز ان انت تشغل خدمة تجوال عشان تكون مكلفة واسعارها غالية، ومش عايز برضه في نفس الوقت ان انت تشتري خط من الدولة اللي انت رايح فيها عشان انت رايح مثلا زيارة سريعة يومين 3 اسبوع، فمش عايز تجيب خط، فانت ممكن تحمل تطبيق زي ده. بينفعك جدا بقى في التجوال ان انت تعمل منه مكالمات باسعار كويسة. بتختار الباقة اللي انت عايزها قبل ما تسافر. الباقات بقى مكالمات، باقات رسائل، باقات انترنت. بتقدر تستمتع باسعار كويسة وتختار المدة اللي انت عايزها، مسافر يومين 3 اسبوع شهر على حسب المدة اللي انت عايزها. وتقدر تدفع من خلال الفيزا كارد او الماستر كارد الخاصة بيك. ده كده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق انه بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق، بالاضافة ان التطبيق بيكون باللغة الانجليزية ومفهوش لغة عربية. بس كده يعتبر ابسط شرح بالنسبه للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تسيب لي في كومنت. لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبه لو اكتشفت ميزه او عيب اكتبها في تعليقات الفيديو، فده دايما تنويه بنوه عليه في اخر كل فيديو، علشان لو حد شاهد الفيديو وحمل التطبيق، وبالذات الناس اللي هي بتشاهد الفيديو بعد نزوله بفترة طويلة واكتشفوا ميزة او عيب يكتبوا فيها التعليقات كمساعدة منه او مساهمة ان هو لو اي حد غيره شاهد الفيديو يعرف ان التطبيق تم فيه تعديل، سواء بقى افضل او بقى اوحش. ده علشان ان في ناس بلاقيها بتخش على تطبيقات موجودة على القناة بقالها فترة طويلة 10 شهور سنة او اكتر من سنة، وتكتب لي بعد ما تحمل التطبيق تقول لي احنا لقينا في التطبيق حاجات ايجابيه او حاجات سلبيه، انت ليه ما قلتش على كل الحاجات اللي موجوده؟ ده ببساطه لان وقت شرح الفيديو او وقت شرح التطبيق ونزول الفيديو ما كانتش الحاجات دي موجوده. اما لو انت شاهدت الفيديو بعد نزوله بيوم بيومين باسبوع بشهر هتلاقي كل الحاجات اللي انا قايلها في التطبيق الايجابيه والسلبيه اللي موجوده في التطبيق بالظبط. لان دي يا جماعه كلها تطبيقات يعني بتنزل لها تحديثات مستمريه. ممكن ينزل التطبيق تحديث كل يومين، كل اسبوع، كل شهر. ممكن يكون يخلي التطبيق بقى افضل وممكن يخليه بقى اوحش، عشان كده دايما بنوه على الموضوع ده. وشكرا، سلام عليكم.